السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. البنات خبطوا اللايكات فضلا وليس امرا، وندخلوا في الموضوع ونيضة على علاء وخولة كوين بسبب انهم طالقوا ورجعوا تصاحبوا. ولكن في نفس الوقت ما باغينش ان الناس يقولوا لهم انهم عايشين في الحرام. وكاين بزاف ديال الناس كيقول حقا ما مطالقينش غير فيلم داروه. ولكن يعني المهم انهم هما علنوا الطلاق وتصاحبوا، داك الشيء بالعلالي. يعني باغين ان بنادم يطبع مع هذه القضيه ديال هذا نطلقوا ونتصاحبوا. ولكن غنتصاحبوا علاش غنطلقوا؟ حيت بنادم طلق حيت ما مفاهمش. كيفاش بنادم ما غيتفاهمش في الزواج اللي هو حلالا طيبا وغيتفاهم في التصاحب الحرام؟ وقالت هي دايره بحال الزلاق حقا. تعطيني الدار ما تعطيني دارك، انا عييت من داك البيت. صافي ساكنين مع بعضياتكم، راك ساكنين مع بعضياتكم، ليش كتبقاو تخرفوا تيشجعوا على المنكر؟ وما ضرني غا مشاو للعمره وزعما يعني راه باز والله الا زعما اي حاجه داروا، ما خلاوش شي حاجه ما داروهاش باش يديروا البؤس، لدرجه انهم بنادم يعني ولاو باغي بنادم انه يطبع تجي شي حاجه عاديه انه وحدين طلقوا صافي ويرجعوا يتصاحبوا. استغفر الله العظيم. بارك الله طبعنا مع ان بنادم كيتصاحب كيتزوج ماشي مشكل، ماشي يعني ولات طبعنا معاها، فهمتوني؟ باش نطبعوا حتى مع هذا الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا وكينوضوا شي مؤثرين بحال هذا حسي مثلا ناضت وكتقول لك واو شحال تسنينا سميتو، وهي اصلا حتى هي كانت ساكنه مع صاحبها قبل لا يتزوجوا، راه كانت ساكنه معاه، كان ديك الساعه مازال في مرحله ديال هذا العده ملي كانت مزوجه بنيزار. واو شحال تسنينا والله شحال تمنيتكم انكم ترجعوا، ولا لا ولا لا راه ما كاينش، ما مزوجينش. ولكن واو شحال تسنينا، واو شحال كنت كنتمنى انكم ترجعوا مع بعضياتكم. يعني تلاقاو غال فاسده على ختها. البارح ندى حسي خارجه بواحد الفيديو كتقول لهم اويلي ماكم وليتو تواركه فين منظور نلقى بنادم كيفطر ليا بمطيشه والخيار. لا حنايا مغاربه فين هو المسمن، فين هو البطبوط، فين هو هذا الحرشه. راه ماشي اي واحد يقدر يبدا ياكل كاين اللي مانع عليه الطبيب انه يعني الناس اللي مراضين، الناس اللي باغين اكل صحي، واخا ما يكونوش مراضين. فهمتي؟ ماشي حيتاش فطر مسكين بالخيار وفطر بالهذا راه ولا فطر بلافوكا ولا ما عرفت شنو هو راه ولا تركي ولا سوري ولا ما نعرف فلسطيني. وكاينين الناس اللي ملي ما تيفطروش تيعطلوا تيحيدوا الوجبه ديال الفطور وتيتغداو معطل. وشوفوا وما نحملوش حمزه من بيبي حتى نعياو ونقولوا عباره على هاد الجوج. والله ديك المره راه ضعق هاد علاء ولاتي زاوق فيه تيقول لي وبركه وصافي وخلينا عليك. بدا كيجبد ليهم في التصاور، بدا كيجبد ليهم في الخيخ ديالهم باش ينعلوا الشيطان على الاقل. او واش بنادم غادي ساكن مع بعضياته وشي تصاور وشي ما عرفت شنو هو وداك النهار في العمره ولا كان فيه خير ما عرفت شنو هو، ولا ما كانش فيه الخير اصلحه لي ولا داك الشيء ما عرفش راجعه مباشره من العمره شعره وديك الفورمه يا عباد الله ما عرفتش اختي. شوف انا معرق ولكن ماشي لديك الدرجه، ماشي لديك الدرجه ما يمكنش عاوتاني. وصحاب الغبره راه بحال هكاك،
هي كيقولوا عليها كدير الغبره. صحاب الغبره فعلا تيكونوا تيضعافوا وتتسد لهم الشهيه وما تبقاش عندهم، ما تبقاوش ياكلوا داكشي. انا ما كنقولش كتشم، انا قلت غير زعما كيفاش كيكون اللي كيكون مدمن على الغبره. والغبره واحد الحاجه. المهم تقدروا تاخذوا حتى نصيحه، الله يستر، فهمتوني. داكشي ما كنكونوش كنتخيلوا مثلا ماشي حتى كتلقاي عندك في الدار واحد مبلي، الله يستر الله يستر، تيكونوا ما دوك الناس يعني كيكونوا رباوه عائله يعني محافظه وكل شيء، ولكن واحد تيخرج من الجنب، فهمتوا. هذيك الله يستر، هذيك البيضه الواحد ماشي بحال الكارو ولا شي حاجه اخرى اللي ولا الحشيش ولا شنو اللي كتاخذ واحد الوقت عاد بنادم كي يدمن عليها. لا، البيضه مع ضربه لصقت، مع انت كتجرب مع صافي مشيتي فيها. والكلمه الاخرى والاولى وسميتو نقول الله يعفو، الله يعفو والله يهدي الجميع. ديك البليه وداك الشيء، وخصوصا هاد الغبره. آه ما تبغيش لعدوك، بحال دابا انا كنت كنقول زعما علاش هادو غيبيعوا روسهم مثلا ملي حط عليهم حمزه بيبي انهم تيخرجوا ديك خوله 2000 درهم والاخر 3000 درهم وداكشي. كنقول زعما علاش يعني بنادم يرخص راسو ويبيع راسو ويبيع فيها هيايا زعما يعني علاش ما كنفهمش. عاده يعني عرفت ان بنادم ملي تيكون ديك الساعه تيدير ديك اللعيبه، راه يقدر كاع ما يشدش كاع دوك الفلوس اللي يقدر يمشي غير بداك على قبل ديك البليه ديالو. يعني يوفروا ليه غير البليه فقط من غير انه يعطوه فلوس وداك الشيء. غير ديك البليه الله يجعل البركه صافي، يعني تولي غدا مع شي واحد غا على قبل بليته. الله يستر الله يعفو علينا. وداك الرق داك الرق عليه 100,000 علامه استفهام. انا ما تنأكدش، ولكن البلايص اللي كتمشي ليهم وداك الصور اللي تحطوا وداك الشيء، كنقول الله يستر والله يعفو والله يهدي ما خلق ويرجعوا على هادشي اللي كيديروا فيه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف بزاف، تهلاو في راسكم، ما تنسونيش من اللايكات، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. وبطبيعه الحال ما تنسونيش من اللايكات، واللي ما مشتركش يشترك في القناه وخلوا لي تعليقكم.